القلادة القاتلة هدية مسمومة تودي بحياة صانع المحتوى عطاء في قلب ألمانيا. في حادثة صادمة هزت الرأي العام، توفي صانع المحتوى الشاب المعروف باسم عطاء في ألمانيا إثر تلقيه هدية قاتلة من إحدى معجباته. الواقعة جرت مساء أمس في هامبورغ أثناء بث مباشر كان يشارك فيه عطاء مع جمهوره، حيث تلقى طرداً يحتوي على قلادة ذهبية فاخرة مرفقة برسالة إعجاب قصيرة. ظن الجميع أن الأمر مجرد مفاجأة من محبة وفية، لكن ما حدث بعد ذلك أدخل المشاهدين في حالة من الذعر والصدمة. عطاء وضع القلادة على عنقه وهو يبتسم أمام الكاميرا، وقبل أن تمر 10 ثوان بدأ يعاني من صعوبة في التنفس، تبعتها تشنجات عنيفة. البث المباشر انقطع فجأة، ومعه انطلقت حالة استنفار على مواقع التواصل الاجتماعي. الشرطة الألمانية أكدت لاحقاً أن القلادة كانت مغطاة بمادة سامة عالية التركيز تمتص عبر الجلد وتؤدي إلى توقف القلب خلال ثوان.